السلام عليكم، نهاركم مبروك. اليوم بإذن الله حبيت نشارك معكم كيفاش نخزنوا الطماطم. رانا في الموسم تاعها وراهي ناقصه شويه في السومه. نبداو في التحضير تاع الطماطم تاعنا وكيفيه تخزينها. اول حاجه بعد ما غسلنا الطوماطيش تاعنا وخليناها تنشف من هذاك الماء، رايحين نقسموها على تنين ونحيو لها هذيك الجهه الصفراء اللي تكون للداخل ولا البيضاء. اذا كانت فيها زريعه نحيو لها زريعه، واذا ما كانت نقسموها على ربعة ونخليوها حتى نرحيو الطماطيش تاعنا. كما نعرفوا هذيك الجهه الصفراء اللي تكون لداخل في الطوماطيش هي اللي تمرر لنا الماكله، وهي اللي حتفسد الذوق نتاع الماكله كي نطيبوها. على بها نحيوها. والزريعه تاع الطماطم هي اللي دير لنا القرحه المعديه، يعني من الاحسن نخليو اللب تاع الطماطم فقط، نحيو زريعه ونحيو الجهه الصفراء او البيضاء اللي تكون لداخل. بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، الحبه اللي ما فيهاش الزريعه حنقسمها، واللي فيها حنقيها هكذا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. يعني ما حنخلي فيها والو نتاع الزريعه ونتاع هذاك الجهه الصفراء. بهذه الطريقه نخلي فقط اللب، وما رانيش راح نحي لها القشره، راني غسلتها مليح. يعني الطوماطيش تاعنا راهي نظيفه. نقسمها هكا مربعات. كي نكمل كامل الكميه تاع الطوماطيش اللي عندنا، راني نقيتها وقشرتها بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. دوك نجيبوا الروبون تاعنا اللي نرحيو فيه الطماطم تاعنا، ولا رحيوه ولا اي عفسه مولفين ترحيو بها. نحطوا الطماطم تاعنا في الروبو هكذا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نغلق الروبو تاعنا ونرحي الطوماطيش حتى تترحى مليح، ما يقعدوش مرسوات ولا القطع الداخل، يعني ترحى لي مليح. هكذا كما راك تشوفوا. دوكا عندنا لي قوبلي، الطوماطيش تاعنا راح نحطوها ونحتفظوا بها في لي قوبلي باش تسهل علينا عملية الاحتفاظ. ونحتاجو يعني نجبدو فقط قوبلي ولا زوج على حسب الطبق اللي راح نحضروه. الطوماطيش اللي رحيناها نوعية مليحة شابة هايلة. شوفوا اللون تاعها احمر. كاين طوماطيش اللي نرحيوها حتى شغل تجينا باللون الاصفر، لكن هذا النوعية ما شاء الله. نحبوا نحتفظوا بالطماطم نخيروا النوعية حمراء وشابة. دوكا نغطي لي كوبلي تاعنا بالسيليفون، نغلفهم كامل من الفوق كيما تقدروا تحتفظوا بها بعد ما ترحيوها في لي بواط، اذا كان عندكم لي بواط صغار ولا كبار. وهذه هي كيفية الاحتفاظ بالطماطم. يعني فقط الطماطم تاعنا نغسلوها ونقيوها من الجهة الصفراء اللي تكون داخل، والزريعة اللي حتطلق لنا الماء على بها انا ما فورتهاش وما غليتهاش. كي نحيت لها زريعه الطماطم تاعنا في المجمد ما هيش راح تطلق لنا الماء من الفوق، يعني كيما هكذا نخبيوها كيما نجبدوها بدون اي اضافات. كيما شفتوني مزت لها ني فلفل عكري ني توم ني غليتها ني فورتها، مباشره قطعتها ورحيتها. مدة الاحتفاظ تقدروا تحتفظوا بها حتى العام، يعني بلا ما تخافوها بلا ما تلقاوها فسدت. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، جربوها، والى اللقاء الى وصفة اخرى باذن الله.